إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، بل بين سبحانه وتعالى بأنه أنزل القرآن في ليلة القدر التي هي أفضل ليالي العام، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة في ليلة القدر، ثم أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا يا عباد الله فيه دليل على الترابط بين القرآن وبين شهر رمضان، وهو أن القرآن قد نزل فيه. ولقد بين صلى الله عليه وسلم ترابطا آخرا بين القرآن وبين شهر رمضان، فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه البيهقي والحاكم. ولأجل هذا كله يا عباد الله، كان جبريل عليه السلام يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة من لياليه فيدارسه القرآن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. والحديث متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث: فيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. فيا أيها المسلمون، أكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، أكثروا من تلاوة كتاب الله عز وجل، كتاب الله الذي من تمسك به وعمل بمقتضاه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأما من تركه وأعرض عنه فإنه يعيش في الدنيا معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني. أكثروا يا عباد الله من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله يهدي أهله لكل خير. ألم يقل ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: عليك بتلاوة القرآن فإنه ذخر لك في الأرض ونور لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. رواه أبو نعيم في الحلية. أكثروا يا عباد الله من تلاوة القرآن فإنه شفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأكثروا يا عباد الله من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. أكثروا يا عباد الله من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن قارئ القرآن في تجارة رابحة مع ربه سبحانه وتعالى. قارئ القرآن العامل به يتاجر مع الله تجارة رابحة يا عباد الله. ألم تقرأوا قول ربكم سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة يا عباد الله لن تبور، تجارة لن تكسد، يجني بها العبد حسنات عظيمة في غنيمة باردة. وأبشروا يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشركم بالخير. بشر صلى الله عليه وسلم بهذه التجارة الرابحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: يا رسول الله نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. متفق عليه. الله أكبر يا عباد الله، جهد يسير وأجر عظيم، تجارة رابحة مع ربكم يا عباد الله. فأكثروا من قراءة القرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. تجارة رابحة يا عباد الله مع الله سبحانه وتعالى في تلاوة كتابه والحرص على العمل به يا معاشر المسلمين، فوالله إنه لخير عظيم. ولقد قصرنا فيه وهجرنا كتاب الله سبحانه وتعالى. إن إدراك شهر رمضان لفرصة عظيمة يا عباد الله لتجديد العهد مع كتاب الله عز وجل، لنكثر من تلاوته في حياتنا كلها، ولنضاعف في الأزمان الفاضلة كشهر رمضان. فمن وفق إلى ذلك يا عباد الله فهو على خير عظيم، خير يغبط عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، وذكر منهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فيا أيها المسلمون، أكثروا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وتزودوا بذلك ليوم الحساب. واعلموا أن أعمارنا قصيرة وآجالنا قريبة، فماذا بقي يا عباد الله لمن تجاوز 40 وقد جاءه النذير الذي هو الشيء؟ ماذا بقي له ليغفل عن كتاب الله عز وجل وتلاوته والعمل به؟ فبادر أخي المسلم قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يرفع هممنا لنقبل على تلاوة كتاب الله عز وجل في شهر رمضان خاصة قراءة سير سلف الأمة وصالحيها، وكيف كان حالهم مع كتاب الله عز وجل في عمرهم كله، وفي شهر رمضان على وجه الخصوص. كان الأسود رحمه الله يختم القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يختم في كل 3 ليال من رمضان، ويختم في العشر الأواخر في كل ليلة. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى كان يختم في كل 7 دائما، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، وختم في العشر الأواخر في كل ليلة. وكان الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. والآثار عنهم يا عباد الله في هذا الباب كثيرة جدا، لنتعلم منها يا عباد الله الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل، فلنكن مثل هؤلاء الصالحين في الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، لنغنم يا عباد الله ولنفوز في الدنيا والآخرة. ولتعلموا يا معاشر المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يختم القرآن في أقل من 3، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فهذا الحديث يدل على أن القرآن يختم في 3 فأكثر. وإن سألت يا عبد الله فما بال سلف الأمة يختمون في ليلة واحدة، أعني بعضهم يا معاشر المسلمين؟ فالجواب على ذلك من وجهين: أما الوجه الأول فلعله لم يبلغهم هذا الحديث، وأما الوجه الثاني فلعلهم رأوا بأن الحديث لا يشمل الأزمنة الفاضلة، فلا بأس بمضاعفة القراءة فيها ولو بختم في ليلة كما رأى بعضهم. ولكن معاشر المسلمين، الدين يسر والسنة أولى، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: فإن الحديث لم يفرق بين رمضان وغير رمضان، فإذا ختمت يا عباد الله عند علو همتك فاختم في كل 3، ولا بأس أن تختم في أكثر من ذلك. المهم يا معاشر المسلمين أن تكثروا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو حبل الله المتين، فهو حبل الله المتين الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فاتقوا الله يا عباد الله ما دمتم في هذه الحياة الدنيا، وجاهدوا أنفسكم واحذروا أشد الحذر أن تكونوا ممن هجر كتاب الله في أعمارنا كلنا وفي الأزمنة الفاضلة على وجه الخصوص. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.